هذا المدخل هو المدخل الغربي لمدينة تعز، وهو المنفذ الوحيد إلى وسط المدينة بعد إغلاق ميليشيا المخلوع صالح والحوثيين جميع المداخل، وفرضت حصارا على المدينة من جميع جوانبها. كما يلاحظ في الصورة، المواطنون يعبرون مشيا على الأقدام وبأغراضهم الشخصية، وبحسب شهود عيان يتم التفتيش الدقيق حتى لحقائب النساء، بل صار يعرف بمعبر رفح. تتمركز ميليشيا التمرد في النقطة الخلفية للمعبر بالقرب من جامعة تعز بمنطقة حبيل سلمان، بينما قوات الجيش والمقاومة حيث نحن الآن بمنطقة وادي الدحي. الناس هنا بانتظار فك الحصار وتحرير المدينة، لعلهم يتنفسون الصعداء. أمين دبوان، يمن شباب، تعز.